اهلا بيكم. النهارده هنتعلم خطوه جديده في الاكسل، وهي الفلتر والسب توتال. في المحاضره كنت قايله في المحاضره السابقه الفرق ما بين الكاونت والكاونت ايه والكاونت بلانك. ايه الفرق ما بين التلاتة دول؟ هقول لكم انا الفرق بقى. بالنسبه للكاونت ايه، لما اجي انا الكاونت بالنسبه لما اجي اعمله هقول له ايه ايكوال كده كاونت اهي، نضغط عليها كليكتين زي ما قلنا ونحدد كده على الارقام ونشوف هي بتعمل ايه. تمام، وبعدين هقفل القوس واقول له انتر. حدد لي ان هي عددها 6. هو بيحدد الكاونت ده، بيحدد الارقام بتاعتي فقط. ادي 1 2 3 4 5 6، دي 6 ارقام. يبقى الكاونت ده وظيفته بتعمل ايه؟ الكاونت وظيفته ان هي بتحدد الارقام فقط. تمام. طب الكاونت ايه؟ بالنسبه للكاونت ايه دي هنشوفها بتعمل ايه. هنقول له ايكوال كاونت ايه اهي، هنضغط عليها باخدك كليكتين كده واحدد الارقام اللي عندي. هنشوف هترجع بايه، واقول له اقفل القوس بتاعي كده واقول له انتر. عملت لي ايه؟ حددت الكاونت ايه، بتحدد الارقام مع الحروف. يعني بص ادي 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى الكاونت ايه بتحدد ارقام مع حروف. طيب الكاونت بلانك بقى هترجع بايه؟ هنقول كده ايكوال ونشوف الكاونت بلانك. كاونت اهي، كاونت بلانك، اضغط عليها كليكتين واحدد الارقام بتاعتي واقفل القوس بتاعها واقول له انتر. رجعت لي بايه؟ بالخليتين الفارغين بس. يبقى الكاونت ايه بترجع، الكاونت بلانك بترجع بخليتين 2 بس اللي هما الفارغين، ما بترجعش بالارقام ولا بالحروف ولا باي حاجه، بترجع بالخلايا الفاضيه بس، الكاونت بلانك. طيب النهارده هنتكلم على الفلتر. ايه هو الفلتر؟ ازاي افلتر جدول؟ هقف عليه من عند الهيد كده كده واحدده، اعمل له سيلكت. تمام. ومن عند السيلكت بقى بختار من داتا بيانات. شايفين اهو ده الفلتر. ده ايه الفلتر؟ بيفلتر عندي الارقام، اللي بيفلتر عندي اسماء العملاء الغير متكررين والحاجات دي على شروط معينه، بيصفي بيانات على شروط معينه. ولما اجي انا كده عملت فلتر اهو. يعني بصي لما اجي كده من هنا ابص كاتب لي كل حاجه عن العملاء، بس العملاء دي غير متكرره، جايب لي كل حاجه غير مكرره. تمام. طيب انا دلوقتي لو انا مش عايزه فلتر وعايزه ارفعه، معلش هقول الحته دي تاني، بعلم عليه باخدك كده تاني اهو، مش عايزه فلتر. ماشي، من داتا لرفعه اعمل ايه؟ لرفع الفلتر بعمل ايه؟ ادي الفلتر اهو. عشان ارفعه هعلم كده من عند الفلتر، ادوس عليه تاني يرفع الايه؟ الفلتر. يعني عرفنا ان احنا عشان نعمل فلتر بنضغط على الهيد بتاعتي ومن عند الداتا اعمل فلتر كده، بيجيب لي العملاء الغير متكررين، يعني بيجيب لي اليونيك بس. طب لما انا مش عايزه فلتر، هقف عليه تاني كده ومن داتا اختار فلتر كده يرفعه. تمام. طيب عشان اجيب المبيعات الفعليه للعميل نعملها ازاي؟ طب انا دلوقتي لو انا عملت فلتر كده، لو انا حددنا تاني كده وعملت فلتر، عايزه اجيب المبيعات بتاعتي الفعليه. طبعا لو جبت المبيعات، مثلا لو وقفت هنا عند اسم العميل واخترت مثلا ارت لينك مثلا، يعني شلت ده كله
واخترت عندي ارت لينك، اخترت ارت لينك بس العميل بتاع ارت لينك ودوست اوكي. هل هنا في الصم اتغير لي الارت لينك بس؟ لا. طب انا بص كده، لو عملت كده وحددت ده اداني الصم بتاعه 88778. ايه ده؟ طب ما هنا مديني ايه الارقام دي بس، اللي هي اجمالي الجدول كله بتاعي، الاجمالي بتاع العدد كله بتاع الجدول بتاعي. طب انا مش عايزه كده، انا عايزه كل ما اعمل حاجه معينه لفلتر معين يجيب لي بردك يتحسب على اساس الفلتر بتاعي، يجيب لي ايه، يعني مثلا ارت لينك يجيب لي اجمالي الارت لينك والافريج بتاعها والماكس والمن بتاعها. طب ايه ده؟ هقول لك انا كده. تعالى بقى كده نرجع الجدول زي ما هو، بنقول له اوكي. بص بقى، انا عندي دالة الصم والافريج والماكس والمن والكاونت ايه مش بتمشي خالص على الفلتر. امال ايه اللي بيمشي على الفلتر؟ انا اتلخبطت كده. اللي بيمشي على الفلتر وبياخد الدوال دي يحسبها هو دالة اسمها السب توتال. اسمها ايه؟ السب توتال. طب نجيب الدالة بتاعت السب توتال دي منين؟ هقول له الدالة بتاعت السب توتال بتعمل ايه؟ السب توتال بنجمع بيها ازاي؟ يعني مثلا كده لو جيت انا عملت هنا كده، علمت كده وقلت ايه، دلت الحاجات دي، هقول لك السب توتال احنا بنجيبه ازاي عشان يمشي على الفلتر ولا لا، ويجيب لي مبيعات كل ايه عميل. انا كده ايوه هشيل كده. طيب هاجي هنا اجيب المبيعات من ايه؟ عن طريق دالة السب توتال. هقول له ايكوال سب، اهي جابها سب توتال، اضغط عليها كليكتين. بص بقى هنا محدد من 1 ل11، ده اللي بيمشي على السب توتال وبيمشي على الفلتر. من بعد كده 102 هيقول لي 101 هيقول لي ايه؟ الافريج والكاونت 102. الحاجات دي مش هتمشي على الفلتر، هترجعهم عادي زي الجمع بتاع الصم والافريج العاديين. لكن من 1 ل11 عندي هنا كده اللي بيمشي مع السب توتال بس، وبيمشي مع الفلتر، بيمشي مع الفلتر. تمام. طيب انا هختار الصم، انا بجمع اهو، هختار الصم. تمام. كليكتين اهي جاب لي الصم دي رقم 9 عندي، هو اقول له كوما، وبعد كده هحدد الايه الاماونت ديو. هعمل كده واقول له من كنترول شيفت داون، انا حددتها خلاص. تمام. وبعدين هعمل اقفل القوس بتاعي واقول له انتر، جابها لي اهي. عشان انا بقى هجمعهم كده بالسب توتال، بداله السب توتال، ونيجي نعمل نفلتر على حاجه معينه ونشوف الدنيا هتعمل ايه معايا. طيب هاجي هنا بردك هعمل ايه على الافريج، هقول له ايكوال سب توتال اهي كليكتين، وبعدين هختار الايه الافريج. فين الافريج؟ هختار الافريج اهي، الافريج رقم 1 عندي، واضغط ماشي وكوما. وبعد كده هعمل على الاماونت ديو كده صافي المستحق، واقول له كنترول شيفت داون، واقول له واقفل القوس بتاعي واقول له انتر. جاب لي الافريج بتاعها عن طريق داله السب توتال. تنسوش الداله دي مهمه جدا. طيب اعمل الماكس ازاي؟ هقول له ايكوال سب توتال، وبعدين ايه انا هعمل ايه الماكس بتاعتي، ادي الماكس رقم 4 ماشي، واقول له ايه كوما، واحدد بردك الاماونت ديو صافي المستحق المبلغ المستحق، كنترول شيفت داون، وبعدين هقفل القوس بتاعي واقول له انتر. تمام. طيب انا هنا بردك جيت هنعمل المن، هقول له ايكوال السب توتال اهي دالة السب توتال، واحنا عايزين ايه المن رقم 5. هدوس على المن وبعدين اقول له كوما،
وبعد كده اعمل الاماونت اهو، اعلم عليه كنترول شيفت داون عشان احدده كله. تمام. وبعدين هقفل القوس واقول له انتر. تمام. طيب انا لما اجي اعمل باخدك العدد بتاعه، يبقى هقول له ايه؟ ايكوال السب توتال اهي، هضغط عليها كليكتين وبعدين هختار الكاونت اهو رقم 2 واقول له ايه؟ كوما، واعمل باخدك تحديد للاماونت ديو عندي كنترول شيفت داون واقول له، واقفل القوس بتاعي كده واقول له انتر. ادي جبت كل حاجه بداله السب توتال. ليه؟ عشان تمشي مع الفلتر. طب تعالوا بقى نشوف كده لو احنا عملنا كده اهو. لو انا مثلا اخترت العميل بتاع ارت لينك، ايه ده؟ جاب لي هنا، شفت بقى الداله دي اشتغلت ازاي؟ ازاي السب توتال مع الفلتر؟ جاب لي الاجمالي بتاعها والافريج بتاعها والميكس والمين والايه والكاونت. جاب لي كل حاجه تخصها. يعني هو كده جاب لي كل حاجه، رتبها لي، جاب لي كل حاجه تخص الايه؟ السب توتال اللي بتمشي مع داله الايه؟ الفلتر. يبقى الفلتر ما بيمشيش غير مع دالة السب توتال بس، لكن الصم العادية والافريج والحاجات دي ما بتمشيش مع الفلتر. لو عايزة بقى ان انا ارجعهم تاني، هبتدي اعمل من 101 هتنزل عادي بدالة الصم العادية او الافريج العادي وكده، لكن مش هتمشي مع الفلتر. من 1 ل 11 في السب توتال هي دي كلها اللي بتمشي مع الفلتر. كده يعني الدنيا كويسه معاكم. طيب المره الجايه عايزه اخليكم السؤال بتاع التركايه بقى في المره الجايه، ويا ريت تفكروا فيها. ايه الفرق؟ عايزه اعرف الفرق بين داله السب توتال والايه وأداة ايه؟ السب توتال، عشان في أداة للسب توتال، تول عندي للسب توتال. يا ريت تفكروا في الايه، نكبرها شوية، يا ريت تفكروا فيها كويس، يا ريت تفكروا في الايه، في السؤال التركية ده كويس قوي. طيب انا باخدك هنا، هرجع كده واخليها هنا لكله، اخلي الجدول كله. بص بقى نزل كل حاجة زي ما انا عايزة، باخدك بالاجمالي مع دالة الايه؟ السب توتال. لو في اي سؤال او نقطة مش واضحة اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نكمل مع بعض سلسلة الاكسل من البداية للاحتراف.